النهارده ان شاء الله هنعمل القرص باللبن الرايب. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا 2 كيلو دقيق، الدقيق ده سايب من عند العطار. معايا رشه ملح كده صغيره، معايا كيس من البيكنج باودر، 4 معالق من السكر، معلقه كبيره من الخميره، لبن رايب، معايا 3 كوبايات سمنه على زيت، يعني كوبايتين من السمنه وكوبايه من الزيت. دوبت كده السكر في ميه لان السكر طبعا حبيبات، فحبيت ان انا كده ادوبه في الميه ونزلت بيه على الخميره، وهندوب في الخميرة ونسيبه كده يتفاعل. خلاص كده تمام. بعد كده بقى هننخل الدقيق، لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان تدخلي كده في فراغات يكون فيه هوا في الدقيق، لما بتنخليه بيطلع معاكي المعجنات بتاعتك هشة. خلاص كده نخلنا كل الكمية. هناخد الملح، وهناخد كيس من البيكنج باودر. يعني كده بناخد المقادير الجافة كلها مع بعض الأول. خدت 3 معالق من السمسم، وهنزل بالسمنه والزيت كده، وهنخليه العجان يشتغل على المقادير كده لحد ما الدقيق يتشرب بالسمنه والزيت. لما بتخلي الدقيق كده يتشرب السمنه والزيت وتبسيه معاكي كده، بتطلع القرص بتاعتك ناعمه. شايفين كده؟ بعد ما اختلط السمنه معاه، حطيت الخميره وحطيت حوالي كوبايه ونص من الحليب، وبعد كده هنزل بباقي الكميه. ما تحطيش كميه السوائل كلها مره واحده، عشان في دقيق بيتقبل سوائل وفي دقيق ما بيتقبلش. يعني الاتنين كيلو دقيق خدوا معايا 4 كوبايات من الحليب. لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي بقى حليب، اي حاجه متاحه عندك. هنعجنها كده كويس لحد ما العجينه تلم معانا. خلاص كده العجينه لمت معانا، هنسيبها كده نغطيها بكيس من اكياس التلاجة ونغطيها نسيبها 10 دقايق، وهنعمل العجوه. معايا كده القالب من العجوه ده، بس مش هاخده كله. هنروح كده في طاسه على النار، هاخد عليه كده شويه من الميه. دي ميه دافيه هتحل معاكي العجوه بسرعه، لان العجوه كانت في التلاجة فجامده. فمجرد ما هننزل عليها بالميه كده هتتكسر معانا وهتفك بسرعه. لو انت بقى هتعملي كيلو دقيق، هتاخدي كيلو دقيق ده هتحطي عليه معلقه من البيكنج باودر ومعلقه ونص من السمسم او معلقتين. هتحطي عليه كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه من الخميره. لو هتعملي مقادير كيلو، لكن ده احنا عشان بنعمل مقادير 2 كيلو حاطين 3 كوبايات زيت على سمنه. ممكن تحطي كله سمنه وممكن تحطي كله زيت، بس لما بتحطي سمنه بتخلي القرص طريه معاكي، لو حطيتي كله زيت القرص هتكون ناشفه معاكي. شايفين كده؟ خلاص العجوه ساحت معانا، نزلت عليها كده بمعلقتين من السمسم وهقلبها كده كويس. شايفين؟ سبت بس العجينه كده المده اللي انا عملت فيها العجوه، وبعد كده هقطعها ونسيبها تكمل التخمير بتاعها كده في الصينيه. هنبدا بقى نقطعها كور، الكور بقى قطعها صغيره كبيره، طبعا ما انت حابه القرصه بتاعتك تكون قد ايه، فهتقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، فعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص انا هقطعها كلها بنفس الحجم كده. شايفين؟ سيبنا العجينه بس على ما احنا عملنا العجوه، شايفين بدأت تختمر ازاي؟ هنغطيها كده بكيس من اكياس التلاجة ونحط عليها فوطة عشان ما تنشفش معانا. العجوة انا كورتها كده كور صغيرة على قد القرصة. بعد كده هفردها بالشكل ده كده. هنفرد القرص وهنروح حاطين فيها كده خطين بالسكينة. طبعا الكمية كتيرة، ممكن
لو انت عامله كميه كبيره هتحطها كده في اكياس وهتشيلها في الفريزر وهتطلعها قبلها بشويه هتفك، او ممكن تحطها في الميكروويف. شايفين العجينه طريه خالص معانا وبتفرد معانا بسرعه. ما خدتش معايا وقت خالص، يعني انا سبتها شويه كده صغيرين، خمرت بسرعه، وبعد كده رصيتها كلها في الصواني كده وسبتها ترتاح لمده ربع ساعه، وبعد كده شغلت عليها الفرن. خلاص كده احنا خلصنا صينيه بالعجوه، وكده بنعمل القرص الساده. خلاص كده تمام، هنكمل بقى بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده خلاص بعد ما سبتها ارتاحت شويه كده حوالي ربع ساعه، شايفين القرصه بدات تنفخ معانا كده. دخلتها الفرن على درجه حراره 200. مجرد ما بتاخد لون بتشغلي عليها الشوايه. شايفين القرص ما شاء الله شكلها عامل ازاي. ودي كانت وصفه